انت كل يوم بتقول لنفسك بكرة هصحى بدري، بس أول ما المنبه يرن كل الكلام ده بيختفي. بتفتح عينك بالعافية وتفضل تضغط غفوة وترجع تنام تاني، مش لأنك كسول، لكن لأن جسمك بيقاومك. في اللحظة دي دماغك مش بيهزر، هو بيحاول يحميك. بالنسبة له إنك تصحى بدري مجهود وخطر، خصوصا إن جسمك لسه نايم فعلا، وحرارة جسمك لسه قليلة، وهرمونات النوم لسه شغالة. فبتلاقي نفسك مش قادر تقوم، وبتبدأ تقول هصحى بكرة أكيد وهتغير. بس اليوم بيعدي وتصحى متأخر تاني، وتحس إنك بتفشل، وتسأل نفسك أنا ليه كده؟ بس الحقيقة مختلفة تماما. دي مش مشكلة إرادة، دماغك اتعود إن زرار الغفوة يساوي راحة، فكل مرة بتضغطه بتقوي العادة أكتر، ومع الوقت بتفضل عالق في نفس الدايرة، نفس البداية كل يوم، ونفس إحساس بالذنب. بس الحل مش صعب. أول خطوة إنك تفهم اللي بيحصل جواك، مش تعاقب نفسك، لكن تعيد تدريب جسمك. صحي نفسك بنفس الميعاد كل يوم، حتى لو متأخر شوية، وابعد الموبايل عن السرير، وخلي أول حاجة تشوفها نور. خلي جسمك يفهم إن الصبح مش خطر، ده بداية يوم عادي. لما تفهم دماغك ساعتها تقدر تتحكم فيه، مش هو اللي يتحكم فيك. ولو ده بيحصل معاك كل يوم، اعرف إنك مش لوحدك. بس دلوقتي نقدر نقول إنك بدأت تفهم اللعبة، والسؤال الحقيقي، هتفضل في الدايرة دي ولا هتكسرها؟